في افرين عام 86 الحسن الثاني يستقبل في شيمون بيريز قدام العالم بشكل واحد. متفقين. قلت لك علاش نلخصوا النجاح الاتصالي المغربي في مسألة العلاقة بإسرائيل. ماهوش صحيح. نعرف مثلا نعرفها مليح في فرنسا، ونعرف قيمة والخدمة اللي خدموها خدمة عميقة جدا. حدث كان رياضي بامتياز، ويكاند مغرب عربي، عالم عربي، حتى فيك تشوف في فلسطين وفي الأراضي المحتلة اش صار. حتى البوليس الصهيوني طارد في المتظاهرين الفلسطينيين اللي احتفلوا بانتصار المغرب. اي نعم، المغرب في سابقة تاريخية غير مسبوقة، لا عربيا لا افريقيا لا اسلاميا لا التجمعات الاقليمية هذه تصل للدور النصف النهائي. لا اسلاميا لا تراكش نرفزوا. لا علاش ما وصلوش دور نصف نهائي لكاس عالم؟ لا 2002 وصلوا نصف نهائي. تركيا عملت دومي فينال. بون 2002 بتاع امريكا هذه؟ لا تاع كوريا واليابان. كوريا واليابان. تركيا وصلت عملت المغرب سيدي افريقيا وعربيا خلينا نقولوا. انا نحب نسال بالطبيعه، نسمع من عندكم ملاحظاتكم الكرويه. الناس حكيت برشا والرقراقي الملاعبيه، الصور الجميله، الصور نتاع العائلات نتاع اللاعبين المغاربه. الناس كلها حكينا في المواضيع هذه ديجا ملي بدات تتقدم شيئا فشيئا في اتجاه هالادوار المتقدمه. نحب نسال سؤال حيرني. الانتصار في الرياضه عنده علاقه بقصه الدول الناجحه والدول الفاشله والا لا؟ وردوا بالكم ما نمشيوش في برشا سرديات نتاع معناها تغيب الاسباب المتشابكه. خاطر نجم اللي باش يدافع يقول لي ايه عندها علاقه بالدوله الناجحه، نقول له المانيا دوله ناجحه لكن فشلت وروحت كرويا. شنو هي حكايه المغرب؟ تحب نجاوبوكم؟ ما نعرفش عليكم، نحضر فيكم باش تتنوع باش تجتهدوا. ايش قولكم؟ نجيب اللي عملته المغرب. اي فما حاجه قاعده حاصله في المغرب في هو الكوب دو موند هذا كوب دو موند مجنون راه. انت تشوفها لوثه جنون. كاس العالم هذا مجنون. اي معناتها انا اللي جلب انتباهي حارس المغرب اللي ما يصرح كان بالعربيه معناتها الصحفيين يعرف الانجليزيه والاسبانيه. هذيك راهي من وقت كان ما مسيتش خرجوها توا معناتها قال لهم جيبوا مترجمين. انا ما نتكلم كان بالعربيه يعطيه الصحه رغم ولا متربي لبرا وكذا. الحاجه الثانيه برهان اللي بنت في كاس العالم هذا عائلات الجوارات تاع المغاربه امهاتهم. وانا نقول كان يتوج امهات اللاعبين تتحط على منصه التتويج ويتوجوا، لان الام وقت اللي معناتها شفناها في كاس العالم هذايا اكثر من لاعب امه تسلم عليه، لان هي تتذكر وقت اللي ربطت له صباط واول نهار باش يمشي يكور فيه. تعرفوا اول كره لعب بها كيفني، اول نادي وقت اللي عملوا له تليفون باش يمشي يكور. معناتها الام اللحظات الجميله الكل بتاع الجوار هذاك عاشتهم معاه. يعطيك صحة نجيب. تقريبا المنتخب الوحيد اللي جلب الانتباه في علاقة بلاعبينه بأمهاتهم أكثر من ملاعبينه بزوجاتهم. خاطر الآخرين مستيسين الزوجات والخطيبات وكذا، هنا الأمهات. المغرب وعلى ذاك نحن شجعنا المغرب درس عملوه العرب والمسلمين اون جينيرال. العلاقه الاسريه مازالت موجوده في عاداتنا وتقاليدنا بارابور للغرب. لانه الغرب اغلبيه عائلتهم الكل في دار المسنين. نحن الترابط الاسري معناتها رغم والله بعد من الابعاد. رغم الالمان عملوا الوحده اللي ضمنت انت معاهم فيها، اللي ضمنت انت فيها. المغرب تضامنا مع العائلات ومع الاسره معناتها ما يمشوش ما يلوعوش والديهم في دار المسنين كما عمل اغلب الغرب. معناتها لهنا كالثقافه العربيه الاسلاميه ثقافه العائله وكذا، ويعطيهم الصحه جواره المغرب. وعملنا بصمه في العالم العربي، لانه مع قطر مع وصول المغرب للنصف النهائي مع العادات والتقاليد تروجت في العالم الكل. لانه العالم يقول شنو ام وكيك باكل بالخمار واكل العادات بتاع العرب ودارت في العالم الكل. يعطيهم الصحة وإن شاء الله نروح المغرب في النهاية. برافو. أنا والله نحب نحييك ونصفق لك إعجابا بالزاوية متاع النظر هذه، لأنها بالفعل
كانت تعدي من غير ما التقطتها. انا شخصيا لم التقطها قصه تحليل. جمعت 25 رقي ورجعها 25 و24. احنا نحبوا نوحدوا، نحن الكائنات الراقيه يا ودي لا حول ولا قوه. خصوصا متواضعه. احنا نحبوا نوحدوا. تو انت عملت مقدمه توحيديه للعالم العربي، حتى قطر شكرتها لاول مره. جيت لهنا رديتنا 24 و25 يا ريال. خلينا نسمع الوطنيه الصادقه. والله انا ابار المنتخب ما كنتش نتفرج في حتى ماتش الحق. وانا والله حتى ساعات المنتخب ما ترسيلي ما نتفرجش، من بعد نتفرج في الاعاده والكل. مانيش مغرومه برشا بالكره، ولكن كنت يعني كنت البارح كنت في دار اصدقائي وتفرجت في الماتش. والله ما كنتش نتوقع روحي اللي انا باش نشجع منتخب ابار المنتخب التونسي. بالنسبه لي انا المغرب قصه نجاح، وعلى حسب ما فهمت هكا حتى نسمع في خالد العبيدي والكل قال لك الناس هذوما تعبت عندهم سنوات وهما يخدموا. يعني بالنسبه لي انا حسب ما فهمت من كلامه اللي ماهوش صدفه، يعني اللي وصلت له اليوم المغرب ماهوش صدفه. يحس في نفسي انا ماذا بيا كنت نشوف يعني بلادي هي اللي هز الدراب وهي اللي وصلت يعني للنصف النهائي والكل. ولكن حاجة تفرح برشا يعني المغاربة اخواتنا وجيراننا والكل، يعني برغم الاختلافات ساعات هكا تزنا اختلافات سياسية وغيره. ونفرح برشا كيما البارح سمعت المدرب كيفاش يحكي عن جون، يحكي على الكومبيتونس والاكسبيريونس. وكان قال يعني انترفونسيون ممتازه جدا. يعني مش هو اللي قال انا ولا قالوا عليه انه كيفاش جمعيات كبيره راقراقي طرح في الرادار نتاعها، لكن عاده ما يقولوا لا فك علينا ما عندوش تجربه. انا جرب لك يعطيو ثقه ولا يعطيهم الصحه وان شاء الله موافقين وان شاء الله. علاش لا نتاعك معناها اي شنو باش نقول؟ باش نبدا نحكي على حتى انا راني فرحانه. انا بالصوره ومرجعها سمعت خالد العبيدي هي عاودتها وبحذنا تو هو مباشره يعطينا شي نجم. انا نتبنى زاد الكلام اللي قالوا نجم. ما عندك تصبح تخدم، علاش ما تحضرش خدمتك معناتها باش تقول السود واستهداف وكذا. هذيك عارفين سافا كيما تطرحلكش في الدفوار كيما تفهمش الكره لك حاجات اخرى. ما نفهمش الكره كي داخله منها وغادي وكذا. في الاخر شقالت بربي شنو تدخلها خالد العبيدي لا واحد مرجعيه بتاع خالد العبيدي وتفرجنا في الماتش وفرحنا. تو هذا التدخل واسمع انا قداش لي قاعد ضايع فيها. ونحب نعمق الحكايه ونحكي عن نموذج الدوله الناجحه والدوله الفاشله وندري عنده علاقه بكره القدم. وباش نمشيو الحكايات بتاع كارلو مورلوبانتي والجو هذاك. وهي قالت لي والله تفرجت في الماتش وعجبني وخالد العبيدي قال اللهم لا تواخذنا. هي مراد صغير. شوف كرة عندها نواميسها ماهوش تو الناس كل حكيت على التخطيط والخدمه وصحيح هذا صحيح. المغرب سورتو خدمت على مستوى التجهيزات. ما نسيوش المغرب قدمت ترشحها 5 مرات لتنظيم كأس العالم منذ 1988 وما نجحتش. اللي نجحت فيه هو أنه خلق التجهيزات، خاطر كل مرة تقدم ملف تبني استادات. لكن للتوضيح بركة باش نكونوا نعطيو سردية صحيحة، لو كان نهار 15 16 17 أوت وقت المغرب تخليت على فايدة ليلودزيتش وعيطوا للركراكي وقالوا وقتها واحد تكهن أنه المغرب توصل نصف نهائي، أكيد يتم وصفه بالمهبول المعتوه. يعني راي الكرة ساعات سيت الشيمي ما تعرفش، ما عندهاش قواعد علمية صحيحة لك الدرجة اللي تقول التخطيط بالتدقيق يوصلنا للنتيجة هذه. صارت حاجة وهذا ما ينحي حتى شيء من الابداع، يجودي بيان من الابداع نتاع وليد ركراكي، لكن صارت حاجه اللي ما كان يتوقعها حتى حد. للتذكير راهو في الكؤوس الافريقيه الاخيره احنا عملنا خير بالمغرب. مش كاس الافريقيه خرجت الجابون الاخرانيه، خرجت الجزائر في الكاس العربي 2019 وصلنا نصف نهائي، هي ما ترشحتش للدور الثاني. لكن المغرب فريق كوب دي موند يحب كاس العالم. كانوا عملوا ديز اكسبلوا في 98 في 94، كان ديما عندهم فريق باهي في كاس العالم. ثم انه هو الفريق في الاخر اللي استغل اكثر واحد عامل الميدان، وهذا ما يفسر كذلك وما يعطي نوع من المشروعيه لاختيار الفيفا انه كاس العالم تصير في قطر. انسى الفلوس والملف نتاع الرشوه. كاينه تلعب في ملعبها. احنا شكون هز الكوب دي موند؟ البلدان الاوروبيه وبلدان امريكا الجنوبيه. علاش؟ خاطر ديما تلعب في فرق باهيه اوكي، لكن كذلك خاطر كاس العالم تلعبت في بلادهم. للتذكير عام 2002 كي تلعبت كاس العالم في كوريا جات الثالث بالصدف، عمرها ما عملت النتيجه هذيك من بعد، وبالاربيتر اللي كان نحى الانتصار لايطاليا بصفه مخجله.
لكن نحب نقول كذلك التداول على تنظيم كأس العالم يعطي النتيجة هذه، لأن المغرب لعبت أدوميسيل. واضح مراد، ونحيي ونقدر عمقك في الجانب هذا، لكن حاجتي بعمق أكثر، أنا نحب كروزي أكثر. معناها المغرب فما ريح ماء متاع انتصار هكا هابة، مش فقط على منتخب كورة. المغرب قاعد يعمل في حاجات، قاعد يحرك في حاجات. ما انت تضحك، مانيش ماشي للتطبيع تهنى، مانيش ماشي جزء، مانيش ماشي لغديكا، اما قاعد يعمل في حاجات، وللاسف نحن نحكيو في بلاتو تاع اذاعه تونسيه، واحنا توانسه لحما ودما. لا باش نقعد نقارن، باش نغبط، باش نقول علاش مشينا، خاصه ان مانيش باش نقارنوا بالمانيا لهنا. المغرب مع بعضنا رانا كأننا تولدنا مع بعضنا، الدوله الوطنيه تولدت فرد وقت، النخب شبيهه لبعضها فرد وقت، التجربه الاستعماريه فرد وقت، جات لحظات فارقه هي عملت هكا، واحنا للاسف قاعدين في الواد رانا نحكيو عليها، ماناش نحكيو على بلاد بعيده علينا. راهو وقت بلاد كلها صفاتنا مسكره برهان، هو في صفات بالضبط. اش حصل حتى المواطن التونسي راهو يكذب عليك، حتى العقليه بتاع الاحباط راهي مغروسه فينا، واحنا نتفرجوا في ليكيب ناسيونال عارفينه راهو ماهوش باش يمشي لبعيد، والناس تستنى لبعضها، وجلال القادري بيه، والعركه بين وديع والوزاره، والجو هذاك اللي هو الجو في السياسه، اللي هو الجو في المجتمع، اللي هو الجو التونسي اليوم اللي ماهوش مما لا بروح ولا بغدوه وخايف ومحبط وكذا. في المغرب باركونتر فما ريح ماء قاعده تدور في الحكايه. ما الذي يحصل خالد العبيدي في امور كوره؟ مراد قال مش معناها تخطط راهو باش تنجح، اما سكي سور كي ما تخططش ما تنجحش. معناها المغرب حضرت التيران، عندها سنوات، جو رجوان مراد في اللي قالوا، عندها سنوات قاعد تخدم. في 2018 راهي كانت قريبه ياسر مترشح للبريمي تور، وحايلوا عليها وقتها اول استخدام للفار، وحايلوا معاه كونتر مشي لي كيما عملت التي جي كوره ولا مجتمع، كل شيء اللي عنده علاقه ببعضه. حسب رايك ولا كي انا جو سوي ريبوبليكان، معناها انا مع الجمهوريه اوكي. اما بديت تتكون عندي قناعه انه الانظمه الملكيه انجح برشا من الانظمه الجمهوريه في العالم تو بالنتائج. نرجع نقول انا مع نظام جمهوري بالنتائج. ورات في السنوات الاخيره انه البلاد اللي فيها حكم ستابل مستقر، انت وزهرك وقتها سي اون لوتري، جاك ملك باهي ولا امير باهي طلعت سورقت، جاك ملك خايب، هذاك التاريخ. المغرب تجربه ملكيه تحب ولا تكره، ناجحه اون ستابيليتي بوليتيك اللي ماهيش متوفره في تونس وفي برشا بلدان اخرى، واللي ساهم تسهل القرار، تسهل اتخاذ القرار وتحسم الخلافات. لا فما حاجه، فما حاجتين مهمين ياسر. عندك عباد عارفه روحها باش تبقى في السلطه دونك تخطط لبعيد، وعندك عباد ما عندهاش الحسابات الانتخابيه دونك ما تاخوش القرارات الشعبويه والقرارات نتاع هاني باش ناخذ القرار هذايا اللي باش يثقل على الدوله، اما باش ينتخبوني عليه. فما حاجات من نوع هذا. يلا تو نكمل النقاش ونسمع بالطبيعه صوت الحكمه، نخلي تستمعوا في تدخلات بخصوص تقييم أداء وفوز وانتصارات المنتخب المغربي، ومشينا فيها إلى ما وراء الكرة بالطبيعة بعد المداخلة الرشيقة العميقة الدقيقة متاع غفران بنوس اللي قالت أنا خرجت على الماتش وعملت جو. خالد فاجأنا بحكاية أنه ولا يمن أنه إمكانيات قصة الأنظمة السياسية، نظام ملكي عنده سلطة القرار، سلطة حسم الخلافات، ترين وتعمل يا رسول الله، تي جي في سريع تعمل، يربط في كذا طنجة كذا، نفس الجهة الممولة، نفس المهندسين، نفس التخطيط، فرانسيس التعاون الدولي. احنا يا نجيب ما الذي يحصل عندنا؟ معناها الترينو بتاع تونس الغربيه لتوا معلق هذيك، انا غادي راني وين نمشي توا في المقارنات، راهي الكوره باش نفرحوا كاين تونس تلعب. تونس جابس يتعمل في 9 سوايع ودرج. احنا تونس جابسي وصفاقس مع التعطيلات مع الواحد يضرب ساعات بالخمسة سوايع في السكه في 2011. العالم الكل وقف مع التجربه التونسيه بين ظفرين الانتقال الديمقراطي، وخذينا جائزة نوبل بعد 2013 وكذا. ينجمش التطبيع بتاع المغرب ساهم باش العالم يقف معها
باش يصير التطور الاقتصادي اللي مشى به المغرب، باش تولي نموذج شكوين تو التطبيع رسميا. لا هي تو يعني تو معناها الاخرانيين على المغرب. رد بالك حكومات، منها حكومه العداله والتنميه الاسلاميه، وبعد حكومه خلطه، وبعد حكومه العداله والتنميه نفسها بقيادات واحده اخرى، وبعد سقوطهم في الانتخابات. يعني رغم هالاعتمالات السياسيه ورغم هالحركيه هذه ورغم هالواحد باقي شيء ماشي، التنميه ماشيه. برهان نربط بالكوره. المغرب قدم الترشح على تنظيم كاس العالم 98 اللي صار في فرنسا عام 90. عام 90 مقدمه. فما طموحات عام 90. حتى احنا عام 90 احنا مازال خرجنا مع البرقيبي. ايوه وبدينا باش نحكيو لك معناه باش نكونوا نحطوا الامور في اطارها على مستوى الهيكل وعلى مستوى التسويق للخارج. الاستراتيجيه هي نفسها. الحسن الثاني الله يرحمه وينعمه كان إنسان عنده شبكات في فرنسا، المغرب مازال تخدم بهم لليوم. طبعا حاول مس أنت صورة المغرب في فرنسا وتشوف شي يجوا عليه. الشبكات شبكات قوية نتاع إعلامية. الشبكات الإسرائيلية بالضبط. لا مش شرط. لا عاد نعرف. لوبي ماهوش شرطي. اللوبي هذاك. لا اللوبي ونمت المغرب مثلت اليهود في الحكومة بتاع المغرب. يا سي نجيب ليه راك تجاوزت الامور. حسن ثاني راهو تعديت فتره ما نسويهاش، كان من اكبر نصراء المنظمه التحرير الفلسطينيه، كان ياسر عرفي. ها نقول لك كان فما لكن اسمعني العراب نتاع هذه في اطار رؤيته راهو الحسن الثاني قالوا اليوم الحل القضيه الفلسطينيه الا بعلاقات علاش اللخص سليمه مع الطرفين. علاش اللخص في افرين عام 86 الحسن الثاني يستقبل في شيمون بيريز قدام العالم بشكل واحد. متفقين. قلت لك علاش نلخصوا النجاح الاتصالي المغربي في مسألة العلاقة بإسرائيل. ماهوش صحيح. نعرف مثلا نعرفها مليح في فرنسا، ونعرف قيمة والخدمة اللي خدموها خدمة عميقة جدا. مع شكون يا مراد؟ هاو قلت لك مع الأوساط اللي تتخذ القرار يا ولدي. لا جزء منها هو يقول لك هي علاش شديتها في هذيك فرنسيس على كذا. لكن الموقف كان جات المغرب مثلا هو شي يحب يقول لك مثلا شي يحب يقول لك في اوروبا مثلا، في اوروبا من ناحيه اللوبي بتاع الضغط اللي يخدموا لك صوره سياحتك، صوره صناعتك، صوره مناخ الاعمال، صوره الاستثمار. كي تبدا قريب من الاجواء هذاك اللوبي هذاك تفتح لك الابواب. هاي الجزائر مثلا، الجزائر يا اخي الجزائر زاده مسكره على خاطر حاجات اخرى. نتيجه هاو ناخذ مثال هو هذا مثال قطر. اي لان قريبه للجميع. قطر طبعا قريبه للجميع. خلينا نسمع زياد. هكا ما اشتريتوش قطر. انا باش نحكي في زوز نقاط. اولا في ارتباط باللي نحكيو فيه فهمتني توا. انا عندي سنوات ما مشيتش للمغرب، لكن قبل كنت ديما في اطار عضويتي في الهيئه المديره للاتحاد الافريقي للصحفيين. فكل الزيارات تقريبا اغلب الدول الافريقيه قمت بها. فكل الزيارات لمنطقه غرب افريقيا ووسط افريقيا كانت ديما تتم عن طريق المغرب باعتبار الخطوط الملكيه المغربيه اللي تخدم على اللي عندها النقاط هذوما. لكن الزملاء اللي زاروا المغرب في السنوات اللي فاتت وقبل ما تظهر حكايه التطبيع هذه والعلاقات وكذا، كل ما يمشيوا يرجعوا يحكيوا بانبهار طبعا على النهضه اللي قاعد والمشاريع اللي قاعد تشهد فيها المغرب في كل المجالات. وربما هذا سبب من الاسباب اللي خلى مجموعه حسب ما يبلغنا من الاخبار من رجال اعمال توانسه وقت اللي الامور ساءت هنا، الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي ساء هنا في تونس، يسكروا الاعمال نتاعهم هنا في تونس ويمشيوا غادي للمغرب حيث ثم الاستقرار وثم الامكانيه نتاع الربح الى آخره. وقت اللي نشوف الصراع اللي عشناه واللي رافق ذهاب المنتخب إلى كأس العالم، إلى كأس العالم، تقول فهمتي بالعكس يعطيهم الصحة فهمتي ولادنا كيفاش نجموا أنهم يعطيونا النتيجة هذيك اللي نتيجة مشرفة رغم اللي كل العوامل بتاع الإعداد بما فيها العوامل بتاع تنظيم كرة القدم في تونس في بلادنا مع ذلك نجموا يوفروا النتيجة في هذيك. هذا من جهة. من جهة ثانية اللي أثار انبهاري هو الجماهير اللي خرجت في كل العواصم العربية. خرجوا في الجزائر رغم المسخرة اللي عملتها القناة الثالثة الجزائرية. خرجوا في الجزائر، خرجوا في طرابلس، خرجوا في ليبيا، خرجوا في السودان في الخرطوم، خرجوا في مقديشو في الصومال، خرجوا في الكويت، خرجوا في الإمارات،
خرجوا في قطر، في خرجوا في سوريا، خرجوا في لبنان، خرجوا في فلسطين. واكثر حاجه ابهرتني طلبه في بتاع جماعه البصره في المبيت الداخلي خارجين كلهم فرحانين ويعيطوا الله وياك امشي شد الدولي برا روح على البرتغاليين راي المغرب هي اللي باش تبقى. وهذا اذا كان يدل على شيء يدل انه رغم كل ما قاعد يقسم بيناتنا ويفرق في بيناتنا ثم شعور بتاع وحده مصير وثم شعور بتاع وحده انتماء.